أبشركم حلقنا وتضبطنا، لكن ما عندنا حلقنا الخاص. يقولون حلقنا الخاص انه سافر البلاد عنده عرس، وحلاقة ذا اللي حلقنا زوين، الله يرجع ذاك بالسلامة. يقول لكم ذاك الزمان وفيه رجال مذبوح النبيه ذابحه رجال من قبيلة أخرى، وقاعد يتحسس أخبار هذا الرجل اللي ذبح به، يدور له، يتسمع أخباره، يشوف وين هو. الوكاد هو يدور علوم الرجال ذاك، علموه قالوا الرجال أنت تبغي اللي ذابح نبيك تراه موجود في المكان الفلاني عند القبيلة الفلانية. قال طيب وش الحيلة اني اذبحه واخذ ثاربي؟ قالوا ما في حيلة انك تذبحه الا قدام الناس، قدامهم، لان الرجال ما يطلع ابدا وسطهم، ما يطلع منهم ديره. قال هو ان ذبحته وسطهم ركبني حق. قالوا ما في حيلة غيرها، انت تاخذ ثاربيك تذبح الرجال وسطهم، ما في حيلة الا ذي، الرجال ما يتعداهم ديره. وكاد الرجال قاعد يفكر يدور له طريقه انه يذبح ذباح بيه، لانه عار، الرجال يجي منهم يزرع يمضغونه، ما فيك خير، يبيك مذبوح ولا خاتن ثاره وكذا هذا الكلام. فوصل على انه يذبح ذباح بيه وسط القبيله اللي هو زافن، قال بذبحها واللي فيها يذبحوني والبصرهم، المهم اني افتك من كلام الناس اللي قدوني بيه وقاعد ينبغوني في كل مجلس. فقام هذا الرجل الموتور اللي مذبوح النبيه وراح صوب القبيله اللي زابن فيها ذباح بيه، وقعد ينتظر ذباح بيه يظهر من بيته. طبعا ذباح بيه ما يظهر من بيته الا هو مسير على جماعه انقصر له قريب، ما يتعدى القبيله ديره، داير من الذبح، داير ان الرجال وراه يبغون ياخذون حق بيهم. طبعا الصب اللي دخل القبيله ما عاد عليه من شيء، اهم شيء يذبح ذباح به، ياخذ ثار به، واللي فيها يركبه حق، يذبحونه، اهم شيء انه ياخذ ثار به بس. فلما شاف ذباح به طالع من بيته فتلقى له الصبي ذاك السيف، فيضربه بالسيف على راسه، في راسه يتدحرج، فاصل من راسه عن جسده. طبعا على مرأى من على مرأى من اهل القبيله، طبعا اهل القبيله كلهم داخل وسطهم، وذبح رفيقهم اللي زابنهم قدامهم. على طول لما شافوا هذه الحادثة قدامهم هاجموا عيال القبيلة وصبيان القبيلة على هذا الرجل يبغون يجودونه. هذا الرجل اللي هو الموتور اللي مذبوح النبي، فهرب الصبي يدور له مزبن، اما بيت واحد من كبار القبيلة يزبن عنده من ذول اللي يبغون يجودونه. الوكاد النصبي كل ما جاء بيت من بيوت القبيلة قاموا يحثون عليه التراب يطردونه، مالك زبن عنده توكل، وهو على ذا الحال كل ما جاء له بيت قاموا يحثون عليه بالتراب يطردونه، كل ما جاء له بيت حثوا عليه بالتراب يطردونه، الين جاء ذاك البيت اللي فيه عجوز كبيرة في السن، والعجوز اللي قدام البيت شيفتها منكريه، عجوز ما هي بزينه. فقال هو دخيل يا عمه، فقالت هي احرست حياك وسط البيت حياك. قامت العجوز ودخلت الرجال وشلت عمود البيت وظهرت للناس يلحقونه. قالت نعم، ما انتم تشوفون الرجال دخل بيتي؟ خير شو موقفكم؟ قالوا الربع نبغيه، الرجال مقتن علينا، ذابح زبيننا وسطنا. قالت ذابح زبينكم ولا ما هو ذابح زبينكم، الرجال دخيلي توكل على الله. الوكاد انها قامت تمسك العمود، قالت والله يا من قرب من الرجال دخيلي، والله يا العمود يشفع من راسه. قالت توكلوا على الله، فكونا في الرداء، منعونا من الرداء. سمعوا كلام العجوز، شافوها صامله في كلامها، فخلوها وعودوا على بيوتهم. الوكاد قامت العجوز وجابت لدخيلها ماء ولبن، واسقت دخيلها وجابت له من ذاك القرصان مفروك طبعا على قولتنا، فقام ياكل منها وقالت اسمع ولدي بياتي بعد شوي، بيضوي علينا بعد شوي، كان سارح مع البل بيضوي علينا بعد شوي، وانت عليك امان الله، اشرب لبن وتعش وعين من الله خير واجهل ولا تشيل هم، والله ما حد يقربك وراسي يشم الهواء. قال الصبي بيض الله وجهك يا عمه، بيض الله وجهك بياض اللبن لنا اشرب، بيض الله وجهك، فكيتيني في شرهم. قالت هي ابشر بالسلامه ولا بنت فلان، ولدي بياتي بعد شوي، غير عين من الله خير. يوم زل شوي فاذا ولدها جاي من البل. يوم جاء ولد المرة فهنا رجال في البيت، وهي العجوز قاعدة وزانه، قربت منه اللبن والماء والمفروك. قالت العجوز لولدها يا ولدي، قال هو لبيش يا امه. قالت لن تشوف قاعد هذا دخيل الله في دخيلك. قال هو يبشر والله بالسلامة، وانا فلان يبشر والله بالسلامة علومك. فيقوم الرجال ويعلمه بعلومه كاملة. قالت العجوز لولدها اسمعني يا ولدي، دخيلنا له حق، وعيب على الرجال يهمل دخيله، غير ود دخيلنا صوبها له سالم غانم ما يتعرض. قال ولدها على خشمي يا امه، شي والله بسعدش. قال اذا اصبحنا ان شاء الله انت ريق ونمشي باذن الله. يوم اصبحوا يجهزون الرواحل ويركبون، انت يا الصبي ودخيله وموديه صوب جماعته، يبغى يوديه ويفك له من شر اللي بيلحقونه. وفي اثناء طريقهم هم يسولفون مع الاخر، الدخيل وخويه هم رايحين صوب جماعه الدخيل. قال الدخيل الخويه يا فلان انا ابغى انشدك. قال تفضل. قال الدخيل انا حصل لي شيء غريب، انا يوم جيت جماعتك وعينت ذباح بي وسطكم وذبحته، رحت ابغى ازبل لي شيء من البيوت، بيوت جماعتك،
وكل ما جيت بيت واحد من جماعتك ابغى يزبني قام يحث علي التراب يطردني، يحث علي التراب يطردني، مالك زبن مالك زبن، الين جيت بيت امك وزبنتني. وش اللي خلى امك تزبني وهي مره من بالدولة الرياجيل اللي قاموا يحثون علي التراب يطردوني؟ فابتسم الصبي وقال انا اللي بعلمك. انت يوم جهنت امي ما تروعت من شيفتها؟ قال الدخيل تبغى الصراحة والصدق؟ والله اني تروعت. قال الصبي انا كذا قلته، امي تروعت من شوفها لانها مرة مهي بزينة، شكلها شين، هذا اولا. وثانيا اللي خلى امي تزبنك من بد الرياجيل وهي مرة انها من بيت شجاعة ومروة وكرم. وانا بعلمك سالفتها، سالفة امي يوم خذها بي. امي يوم خذها بي طبعا ابي ما كان يطمع لجمال الوجه، كان يطمع للمرأة اللي ساسها طيب. فلما خطب ابي عند اهل امي قالوا له بعض الناس اللي يعرفون امي ترى المرأة شينة ما تنشاهد، شينة غير فارقها في السعة. طبعا ابي ما اهتم بكلامهم وسوى اللي في راسه. فلما اخذ امي وتزوجها ونوى او عود على جماعته وهي معه، مروا على نهر، فاذا النهر قدامه والمرأة معه، والمرأة طبعا شوفه والرجال هو اقسى واجلد من المرأة، فقام على مرته وشلها وعبر بها النهر وجابها لجماعته وحبلت بي وجابتني انا يا ذا الرجال لنشوف. وعقب فترة من الزمن يوم كبرت جاونا غازين وخذوا ابننا وابن جماعتنا ولا قدروا في الرئيس جماعتنا انهم يردونها. فايبي يوم صاح وقال اخس يا فلان يحكيني، فقال لي اخس يا فلان كيف تؤخذ البل وانا شال ان امك على ظهري وعابر بهالشط وانا داري مهي بزينه. صبرت على وجهها اللي مهو بزين وعلى شينها عشان تنجب لي ولد مثلك يفزع لي في مثل ذا اليوم. فلما قال لي ذا الكلام ثارت عندي الحمية وركبت فرسي متقلد سيفي ورحت صوب الجماعة الغازين وذبحت فيهم من ذبحت ورديت البل. وعقب ذا الحادثة ما حد يقدر يتعرض لأمي ولا لي، عشان كذا خلوا أمي تزبنك ولا عارضوها ولا قالوا شيء، خابرين بالوهم اللي وراها. وعقبه وصل دخيله سالم من غير ما يتعرض له أحد، فضل الله الأول ثم فضل هذه العجوز وهذا الصبي. يقول شارح بن هدلان أبنذر اللي من ربوعي بالطيب لا ياخذ إلا من بيوت الشجاعة، يجي ولدها مذرب كأنه الذيب عز لأبوه وكل ما قال طاعة. طبعا كان اعتقاد العرب قديما أنه لازم يتزوج من بيت كله شجاعة، بيت فخر، بيت نسب وحسب، عشان يغدي ولده شجاع وكريم وطيب. طبعا كان هذا الاعتقاد سائد في الجزيرة العربية من أيام الجاهلية إلى عصرنا هذا، ما زال موجود هذا الاعتقاد أنك لازم تأخذ لك مرة من بيت شجاعة أو من بيت كرم عشان يغدي ولدك كريم أو شجاع. دام خواله شجعان وكرمان أكيد ولدك بيغدي نفسهم سرهم. على فكرة ترى ما لها دخل، هذا كله من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا سخر الصبي لو كانت أمه بعد عبده تشترى بالمال يطلع ولدها رجال شجاع من رب العالمين. هذه كلها حظوظ وتوافيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض العرب أمه من بيت شجاعة وهو ما يسوى الثالث من الغنم، أخمام الرخمة لو تجي في شيء بسيط معك. وبعض العرب أمه تشترى بالمال مثل عبد الرحمن الداخل اللي هو عبد الرحمن بن معاوية صقر قريش، أمه عبده. شوف سوى حكم الأندلس. وعنتر بن شداد أمه وشي، أمه عبده وش سوى فارس العرب. وش عنتر؟ وين عنتر وين العرب دولة؟ عنتر بن شداد الحالة. فكان هذا الاعتقاد سائد من أيام الجاهلية إلى عصرنا هذا، ما زال سائدا هذا الاعتقاد، نسأل الله السلامة. ما يدرونها حظوظ توافيق من رب العالمين. يقول علي بن حمري كم بنت هامل جاء ولدها بطل أبطال وكم بنت شيخ جاء ولدها قصير يدين. هذا رد على هذا الاعتقاد. السلام عليكم.